لأسباب لا يصدقها العقل. ليش؟ القانون يرضاها. امرأة تترك زوجها وتطالبه بالطلاق كونه لا يجيد الرقص ولا يمتلك اللياقة البدنية. كرار بعد عام من زواجه صدم بواقع خيب آماله وهدم أحلامه بحسب ما يقول. أنا من مواليد 92، تزوجت 2022 18/6. تمام استاذ. بوقتها زوجتي كانت علاقة طيبة وياها كبداية أول شهر. زوجتك يا مواليد؟ مواليد 2007. تزوجت ببداية أمر طبيعي، كانت علاقتي وياها طيبة، ما عندي أي مشاكل. أنا رجال صاحب ستوتة. عندها بنت عمتها تزوجت، ذاك الشخص عنده لياقة بدنية، أموره طبيعية، جسمه ضخم، يعني يرقص. قال شوف أنت ما تعرف ترقص. يابا قلت له أنا ما جايبيني يعني من غير مكان حتى أنا أعرف أرقص. أنا رجال يا دوب يعني مباوع على عيشتي. زين أنا منين أجيب؟ قامت يوميا تسوي لي لغوة، ساعة عندك بنات، ساعة عندك ما أعرف إيش. أنا البنات أوصلين غراض اليوم، يعني أنا رزقي عليهن. زين شنو السبب الرئيسي؟ يعني تعرف ترقص؟ السبب الرئيسي ما أعرف أرقص. ها أنت أسود، مع احتراماتي لك، يعني قرد أجل السامع. يعني قامت يعني الأم تتنمر علي. وبالرغم من هذا التنمر إلا أنه متمسك بها من أجل طفلته، طالبها بالرجوع إليه لكن دون جدوى. استاذ انا زوجتي لحد الان انا احبها ومتمسك فيها على مود طفلتي. ليش انا صرفت هاي المبالغ الماليه؟ غير على مودها وعلى مود هاي الطفله، حتى مات كل يوم يوم مكان، غير حفاظا على اسرتي. انا ما ناوي اخرب اسره. يعني طلبتها من 2022 18/10. رحت اول يوم اني طردني عمها، هي راحت لاهلها راضيه كل شيء ما بيها. رحت كان يطردني عمها، قال روح. رحت انا وام وخالي هم كذلك انطردنا. قمت انا قضيه البيت المطاوعه حتى ترجع زوجتي الي. دخلت يم المحاكم قالت أنا ما أطاوع. الديون تتراكم عليه نتيجة لإجراءات المحاكم والنفقة الشهرية المترتبة عليه لزوجته التي لا يعرف مصيره معها، جعلته يفكر بالانتحار ويناشد الجهات المعنية بانتشاله من واقعه المرير. أنا مفكر بغير موضوع، أفكر الانتحار قسما بالله. ما عندي استاذ، حالتي تعبت. يعني خلي الناس تباوع لي، يعني هاي الأوراق مالته كلها، يعني أدخل على القاضي ما يخليني أحكي أي كلمة. أنا ناشد وزارة العمل يسوي لها حتى لو راتب بس، حتى على الأقل أقدر أسدد الديون من عند اللي علي. وتترجم هذه الحالة تأثيرات الفوارق العمرية والاقتصادية بين الزوجين، فضلا عن الزواج المبكر التي تعد أسبابا في تصاعد نسب حالات الطلاق في المجتمع، إذ تسجل المحاكم العراقية ما يقرب من 8 حالات بشكل يومي خلال العام الحالي بحسب إحصاءات رسمية.